حبيبي انا خايفه جو يكون فطس. يا جماعه ما تقلقوش على الكابتن ماجد، ده بيباص الكوره في 4 حلقات. شوفوا بقى يجيب لنا الجهاز في كام حلقه. خايفه يا هانم يكون فطس؟ ايوه خايفه عليه. وبتقولي ايوه؟ خلاص احنا لما نرجع من المخروبه دي انت من طريق وانا من طريق. لا يا عرب، طريقي طريقك يا عرب، اوعى تقول كده، ده انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. بصراحه يا عرب انا بعمل كل ده عشان يخليك تغير عليا، والبنت السوي اللي هناك دي هي اللي قالت لي اعمل كده. ايه يا اختي انت هتتبلى عليا ولا ايه؟ طب ايه لا هتصبحي من النوم تلاقيه بقى هلف كده هو النايم جنبك، انا ما قلتلكيش حاجه انا مش فاكر. يا بنت بتسمع كلام واحده بتنسى اسمها، وانا محتاج كابتن ماجد عشان اغير عليكي. يعني انت من الاول بتغير عليا؟ ايوه بغير، لاني نقصان ولا ضعفان ولا جربان ولا حد احسن مني في شيء. خلاص خلاص يا استاذ خلاص. ثواني لسه في تكمله. غيرة الراجل نار في مراجل. عيب عيب نار. عيب كده جخ بقى. معلش يا عربي، بس انت ليه يا عربي ما بتعملش ندوات شعريه في ساقية الصاوي؟ يعني ما فيش اقبال؟ لا روح انت بس كلم محمد الصاوي ان شاء الله يعمل لك حفله. يلا يا جماعه يلا بينا. كابتن ماجد شكله راح البرازيل او فطس تقريبا، خلاص يلا. ايه ده هو بجد؟ ده ماسك حاجه في يده ولا ده صدفه ولا ايه؟ ده الظاهر عليه جهاز الارسال. الله اكبر. الحمد لله. اللي راح البرازيل او اخطبوط كالو. يا اخي صف عيب. ده اسد، شوفي يا اختي طالع بيبرق ازاي، ده ولا الحوت. تاني يا بت. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عملت ايه؟ عماله تتسكعي مع سليم بيه في انحاء الجزيره وتهزري معاه وكأن مفيش معاكي راجل. هو فين ده يا عينيا؟ لا معلش ركزي معايا، فكري كويس. انت لما طلعتي معايا من مصر ما طلعتيش ديوز. لا احنا اتفقنا كان فول بورد. بص يا ايمن احنا من ساعه ما وقعنا على الجزيره دي وانت مش معايا خالص، فلما تعرف تمسك نفسك كده وتجيب الست اللي جايبه مناخيرك الارض دي تبقى ساعتها تعمل عليا دكر وتعلق على تصرفاتي ورايحه فين وجايه منين والحبتين بتوعك دول. قبل كده انت مالكش اي حكم عليا ولا حتى انك تفكر تكلمني بالاسلوب ده. وما تنساش يا روحي ان انا نانا. سلام يا راجل. ده ايه الوقعه المهببه اللي وقعت نفسي فيها دي؟ ده ضحكت عليا حتى قرود الجزيره. الحمد لله الجهاز سليم، بس للاسف مش لاقط اشاره هنا. ما يمكن الاشاره هنا هو ضعيفه زي الحته بتاعت محور صفت. يا دي النيله، طب والعمل؟ ولا حاجه. احنا ممكن ايه او ايه او احنا لازم نشوف اعلى نقطه في المكان ده 100%. لو طلعنا فوق هيلقط اشاره ان شاء الله. بقول لك يا عربي، ايوه يا ريت بسرعه جدا تروح تجيب الراديو ترانزستور اللي انت اتكلمت عليه امبارح ده عشان انفذ فكرتي اللي انا اقترحتها امبارح. فكرة ايه؟ والله العظيم فكرة. حاضر يا ملك الفيزياء. الافكار ليها اجنحه يا عربي. يا بيه قول لنا هنروح فين؟ ورايا ما تسحبناش زي المعيز كده. انا شايف ان ده على مكان في المنطقه اللي احنا فيها دي. لو طلعنا فوق الاشاره هتبقى احسن بكتير. هي اسمها لو طلعت فوق مش لو طلعنا. مين قال لك ان احنا هنطلع معاك؟ وبعدين هتطلع كيف؟ هتعمل زي الناس اللي هيطلعوا النخل عشان يجيبوا البلح؟ انا شايف ان احنا ممكن نستغل الحبل اللي معانا، نحدفه على الجبل، نثبته كويس، نشد ندلدل الجبل، تقدر تتسلق بسهوله. ايه السذاجه دي يا حظابط؟ انا شايف ان واحد ياخد الحبل الجبل ويربط الحبل في الجبل ويدلدل الحبل من الجبل، وبكده نوصل كلنا للجبل. على فكره دي نفس فكرتي، بس انت قعدت تقول الجبل كتير. على فكره فكرتي احلى منك. فكرتك ساذجه. نعم فكره عشوائيه. انت اللي عشوائي. يا اخويا اللي انت شايفه صح اعمله. خلاص خلصتوا؟ احنا بنتناقش مع بعض. خلينا في المهم. عربي، عايز ايه من عربي؟ انا املي فيك كبير وعايزك تركز في الجهاز. وانا عايزك تركز معايا. طيب يا جماعه ادعوا لي. علي مهلك يا عاسل. خدي بالك من نفسك يا بيبي. قل لي يا بيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. وقعني وقف. الحقني يا عربي. دلوقتي افتكرت عربي؟ الحقني يا بيبي.
قالت لي يا بيبي. فخس على الرجاله. اختي يا رب بس وهو ماشي فاق يلقى لنا اي شجره يكون فيها توت ولا لارنج. توت ايه ولا رنج ايه؟ هو طلع شجره فيتراك؟ احنا في ايه ولا في ايه يا هاني؟ يا اخوانا جو هنا حر قوي، ما تيجي تستخبى تحت اي شجره. قدامه 3-4 ساعات قبل ما يطلع. نطلع فين يا عسل؟ ده شويه هتلاقيه جاي يقول لنا والنبي يا جماعه حد يشبك لي، طب ما تيجي نطلع كلنا مع بعض، طب ما تيجي نشوف مكان اقصر. نستهبل. يا عربي ايه ده؟ عربي مين اللي يعرف اسمي هنا؟ يكونش بوسطه؟ هو انت غيرت عنوانك على هنا؟ عربي ما بطل هزار على الظابط بقى. العربي عربي اسماك يا عم. مش انا يا ابني اللي بنده. ايه ده؟ يخرب بيت ابوه، طلع ازاي ده ولا نطاط الحيط. عايز ايه من عربي؟ ركز معايا. ايه يا عم انت الراجل العنكبوت، طلعت ازاي بالسرعه دي؟ أنا نسيت أقول لكم، سنة 92 كنا بنتمرن في جبل سانت كاترين عشان كيفية الإنقاذ. يا عم ما خلاص بقى، هيقعد بقى يفشر ويقول لك سنه مش سنه 92 دي كان في زلزال. يعني ما كانش فيه زلزال هتفرق؟ ده وقت حواديت ده. بص على الجهاز فيه اشاره ولا لا؟ أغبياء، ناس فعلا ما بتعظمش التاريخ. ما علينا. ايه ده؟ أنا عندي إشارة. ان شاء الله يرقط عندك. جات لك إشارة؟ اصبر بشوف. هدي ما تزعقلوش كده هو. عليه. شوف حاجه تانية كده. لا مش ناقد. طب وبعدين؟ طب في الحالة دي أنا عايز الراديو يجي لي هنا. ابعتولي معايا حد. لا، طلعهولي مع هانم. كنت واثقه انه هيختارني. ايه الفرحه دي؟ ايه اللي واثقه انه هيختارني واختارك في نهايات عرب ايدول؟ بقول لك يا باشا، نعم. حفظا على الكرامه يعني هطلع انا بالراديو. معلش يا عربي، الباشا طلب هانم. يلا يا عتاب زوقيها وطلعيها. يا باشا انا مش رخيص للدرجه دي. يا عربي مفيش مشكله طالما هيصلحه وينقذنا، طلعها له. والله لو كان طلبني انا كنت طلعت. ويا جماعه هو ايه التناكه اللي هو فيها اصلا دي؟ ما تنزل انت تاخده. بقول لك ايه يا كابتن، مفيش حد من العيال دي هيطلع لك بالجهاز. طب اتصرفوا. أقول لكم احذفوا لي الحبل وبعد كده اربطوا الراديو فيه وأنا هسحبه. يلا. لف لف وبعدين رجع لفكرتي. فكرتك ايه يا عم؟ انت هتمرع، دي فكرتي انا. فكره الحبل. انا في الحبل انا كنت في الجبل. فكرتي انا وانت قعدت تقول الجبل الجبل الجبل. ما عشان ازود فيها الجبل عشان اروح ارميه بالجبل. لا لا دي فكرتي انا. بس اقعد بقى. بس يا عم والله يا ريتني كنت سجلتها. يلا يا اخويا انت وهو. سيبوا لي بقى البتاعه ديت عشان دي حركات حراميه وهجامين من الاخر. الخيبه دي. أغبياء. معلش هي بس عشان بقالي فتره والله. لا بعد اذنك. بقالي فتره بس. بقالك فترة محاوله إيه؟ تانية. لا 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 اتفضل، مفيش وقت نضيعه. القف بقى بسرعه. وسع وسع يا اخويا. عشان بتنقه. انت بتنق. وسع راجل وسع. اقعد. وانا ايه دي؟ هتبريه. لا خلاص ده بتاع اوعى ايدك. اوعى. لا لا فرج بيه. ضياع. لا ما تعملش الحركات ديت، احنا على موت. كده هو هيوصل. شايفين؟ في هنا دماغ. ربنا يخليك. يا عتاب ركزي بقى ونشني صح. يلا. لا انت ما تعرفنيش في النشان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ نحن لا لا لا. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا عتاب.
ما تفكوا نفسكوا كده يا ناس، مالكوا ساكتين كده ليه؟ مفيش. انا عن نفسي بظبط اشاره نجوم اف ام. زمان برنامج معاك في السكه ابتدى. احنا في الكنافه. حقيقة يا جماعة الإحساس نعمة. لا يعني مش كفاية إن هي قتلت الإنسان الوحيد اللي ممكن ينقذنا مننا، لا دي عايزانا نفك ونضحك ونفرفش. أنت جريئة أوي يا نسعة عتاب. هي مين دي يعني اللي قتلت انسان؟ انا ما اقدرش اقتل الصرصار. انت هتستعبطها يا بنت. امال مين اللي حدف الطوبه على عيش الدبابير راحت خارجه واكله وش كابتن ماجد ووقع من فوق الجبل وقعد يبقى كابتن ماجد؟ كابتن ماجد مين؟ انا مش فاكره حاجه خالص، انا فقدت الذاكره. يا حبيبتي اوعى كده يا حبيبتي، يا اختي اهدي بس على نفسك يا اختي عشان ما تتعبيش بزياده. فيها ايه؟ فيها كلكم عليها ولا ايه؟ بالراحه عليها، حرام عليكم، دي مخها لسه طاري عامل زي البيضه الممششه كده. طب اسمعي يا مشيشه، انت مالكيش دعوه بالبت دي، انت هتعومي على عمها. انا ما بعرفش اعوم يا سعار. يا سلام، اعلمك العوم يا بنت. اخاف اغرق، اعمل فرج عوامه وانط بيه انقذك. اخاف الجندل يلدعني. ما تخافيش، ده احنا معانا الطحالب كلها. يا بزياده كحريت يا اخ عربي، عيب، ده احنا خارجين من دفنه اتعظوا. معلش يا نسعة عتاب، في سؤال بس كاتم على نفسي نفسي أسأله، بما إننا بقينا أسرة واحدة يعني فمن حقي أسأله، احضرونا برضو يا جماعة لو بقول حاجة غلط يعني. ليه يا أستاذ عتاب كل ما يبقى في أمل أو حاجة تخرجنا من الجزيرة والوحلة اللي احنا فيها دي بتدمريها؟ سهوا بقى أو عمدا، المهم إنك بتدمريها. يعني هل يا ترى ليكي مصلحة شخصية إننا نفضل في الجزيرة دي؟ او يمكن حابه الجزيره وحابه تقعد عليها، أو يمكن مستنية سعر المتر يغلى فبعدين تبيعي؟ ايه